يا صباح الفل يا صباح الرزق على عيونكم. النهارده بقى هعمل لكم مشروع مربح من البيت وانت قاعده يا ست الكل كده. هتعمليه بكل سهوله وبكل بساطه وتوزعي على حبايبك واصحابك وجيرانك، وان شاء الله هيبقى وش السعاده عليكي. بجد مشروع سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه خالص. هنعمل الصابون السائل في البيت، طبعا احنا لا غنى عن الصابون السائل، طول النهار في المطبخ في المواعين، وزي ما انتم شايفين ايدينا في الايه في غسيل المواعين كتير، فبنحتاج صابون كتير قوي. فانت بقى ان شاء الله مش هتشتريه، وهتعملي كمان منه مشروع ان انت تفيدي بيه غيرك وتشتغلي ويبقى ليكي رزق. عايزه اقول لكم بصوا الجمال بتاعه، بصوا الرغوه. كل دوت كلفني 30 جنيه بس. من 30 جنيه انا هبيع مثلا، يعني تكلفه ال 30 جنيه دي هتطلع لي قد ايه يا رشا؟ هتطلع لي 12 لتر من الصابون. ومش اي صابون اللي احنا بنشتريه ابو 10 و15، لا، انت بقى حسب شطارتك، حسب الناس اللي هتبيعي لها، حسب الصابون بتاعك وجودته. اول حاجه عندي ليمون. الليمون ده انا كنت شايراه كده في الفريزر. اي ليمون بقى عند جيرانك مامتك، حوشي الليمون. واهم حاجه الليمون ده وعظمته، ده بجد بيدي ريحه جميل قوي. انا غليته، خليت الميه بتاعته كده على جنب، ضربته في الخلاط بشويه ميه من الميه اللي انا سلقاها منه، وهصفي الليمون بتاعي ده كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. مش عايزه الا العصاره بتاعه الليمون بس. عايزه اقول لكم بقى المشروع دوت، طبعا انت هتزودي الكميه، هتدي لاصحابك لحبايبك. انا عايزه اقول لك ان ال 30 جنيه هيكسبوكي 90 جنيه. فشوفي بقى انت لو عملتي 300 جنيه هيكسبوكي 900 جنيه. كل ما هتزودي هتكسبي ان شاء الله، ربنا يحسن ما بين ايديكي وما بين ايديا. جبت هنا 5 لتر من الميه، نزلت بمعلقه ملح، ولازم ادوبها كويس جدا. اي حاجه هحطها دلوقتي لازم تدوب معايا كويس جدا. وهنزل بمعلقه كده هرميه من النشا، وبرده هديها تقليبه كويس جدا. مش عايزه اي تكتلات، عايزه الميه معايا تكون صافيه، يعني عايزه الميه معايا ما فيهاش اي تكتلات خالص. عايزه الصابون يطلع معايا زي الصابون السائل اللي احنا بنجيبه الجاهز. زي ما بقول لكم كده انا بقلب كويس جدا زي ما انتم شايفين. هنزل بقى هنا بالليمون، وما ادراكم ما ريحه الليمون وجماله وحلاوته. تتخيلوا ان دوت ليمون بس في الميه دي عامل الريحه ازاي. هقلب بقى كويس جدا، وابتدي ان انا يعني ايدي في التقليب، بالذات الصابون دوت عايز تقليب. طبعا احنا بنروح عند الراجل بنلاقيه بيقلب بخشب، فاحنا ما عندناش. هنقلب بالمضرب السلك بتاعنا عادي، ما فيش اي مشكله. بس الصابون عايز تقليب كويس جدا عشان كل حاجه تربط في بعض ويطلع معانا مظبوط. كده مشروع وانت قاعده في البيت، بجد مشروع مربح. جبت هنا بقى عندي نص لتر من الميه، وعندي ب5 جنيه بطاس. واحذري من البطاس ده ان يبقى واقف جنبك اي طفل. خلي بالك لو نزل على ايدك نقطه خل كده بسرعه، معلقتين خل على اي نقطه تنزل على ايدك. البسي كمامه لو زي حالتي كده عندك حساسيه، او ما عندكيش لازم تلبسي كمامه. واحذري منه كويس جدا، ده ماده صعبه جدا. انا حطيت هنا ب5 جنيه، قلبته كويس جدا لحد لما داب معايا خالص. هنزل بقى بيه على بقيه المكونات بتاعتي، وبرده ايدي في التقليب. بصوا انا بقلب، وهنزل بيه كده سرسوب سرسوب او مره واحده بس. ايدي هتبقى برده في التقليب، يعني مش هسيب ايدي خالص من التقليب. بصوا بنزل بايد، والايد التانيه شغاله من تحت بتقلب. لازم اقلب. ولو تلاحظوا ان كل حاجه بتتقل كل لما بحط اي مكون تاني بيتقل اكتر. انا هنا حطيت معلقتين خل، نسيت اقول لكم او نسيت اصورهم. وكده بقى جبت لتر اي نوع صابون يكون كويس. اي نوع صابون يكون كويس. انا كنت جايبه اللتر دوت ب25 جنيه. انت اي نوع صابون يكون كويس جدا، ابدأي مشروعك صح، ان شاء الله ربنا هيحسن ما بين ايديكي وما بين ايديا. برضو ايدي مستمريه في التقليب، والرغاوي شغاله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. مشروع سهل بسيط وانت قاعده في بيتك. لو كل يوم عملتي لك كده، جبتي ب30 جنيه الحاجات اللي انا حطيتها، وعملتي طلعتي 12 لتر، يعني كسبتي 100 جنيه او 90 جنيه فريضه. احسبي كل يوم هتكسبي في الاسبوع 700 800. لو انت يعني هتكثفي ان انت تعملي اكتر، والله ممكن تكسبي يعني من 2000 ل 3000 جنيه واكتر. يعني ربنا يرزق الجميع. هنا بقى بعد ما خلاص هتقولي لي ده خفيف، انا جايبه لتر من الميه وحطيت حبه صغيرين عليه، وما شاء الله اللهم بارك. بصوا الرغوه، ربنا يحسن ما بين ايديكم وما بين ايديا. كنت معاكم رشا.